هو بقى الجني العاشق. طيب احنا بعد الفيديو الاولاني احنا بنتكلم في الفيديو التاني عن الجن العاشق، وطبعا انا كلمتك كذا مرة في موضوع الجن العاشق. وخدوا بالكم يا اخوانا، انا اتسألت عنه برضو من الطلبة بتوعي في هنا في بعض المدارس، وكلمتهم في الموضوع ده كتير، وعملت فيديو ومحاضرة ليهم في الفصل واتكلمت عن الجن العاشق. يا اخوانا الجن العاشق هو موجود، بس مش زي ما افلام الرعب صورته، ولا زي مثلا ما بعض المشايخ اللي بتطلع على القنوات بتتكلم والكلام كده. الجن يا اخوانا هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، منه المسلم ومنه الكافر، وان منا المسلمون ومنا القاسطون. كما قال الله عز وجل في سورة الجن يعني، وقال الله عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الى اخر الايات في سورة الاعراف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فممكن ممكن الجن يحصل تعلق، ممكن يوسوس، ممكن يأذي. بس خد بالك بقى يعني، عشان ايه مش ما تفضلش انت قاعد في الوسواس وعايش في الشغلانه. مش كل واحده تتاخر في الجواز يبقى عندها جن عاشق. مش كل واحده مثلا جالها عريس ولا اتنين ولا تلاته اترفضت او جوازها ما كملش تقول لك انا عندي جن عاشق، انا معمول لي عمل، انا معمول لي سحر. يا اخوانا احيانا بيكون سبب نفسي، احيانا ممكن يكون اكتئاب، قلق، او حرمان عاطفي، احيانا ممكن يكون في ممكن يكون في اذى بسبب سحر او حسد او الكلام ده. خد بالك ان المعاصي بتفتح باب للكلام ده كله يا اخوانا، وعدم ستر العوره. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. طيب يعني هو الشيطان اصلا ممكن يشوفنا، ممكن يكون معانا. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعوره ابن ادم اذا دخل الخلاء ان يقول بسم الله. فمعنى ذلك ان الجن ممكن يشوفك وممكن يشوفك لو انت ما ذكرتيش او قلت اسم الله عز وجل. فحافظ على سورة البقرة في البيت كل 3 ايام، او يعني اذكار الصباح اذكار المساء. حاولي تلبسي هدومك، ما تقلعيش قدام اي حاجه يا اخوانا. ومفيش حاجه اسمها احنا قاعدين بنات مع بعضينا وشباب مع بعضينا، كل ده لا يجوز. الشيطان ملوش سلطان على الذاكرين والمتوضين والمتقين بس. خلص. طب هو الجن بيحبك؟ مفيش حاجه اسمها جن بيحبك، مفيش حاجه. هو الجن اصلا ما بيحبش الانسان. لا هو مش بيحبك، هو ممكن يأذيك باسم الحب. فاهمني؟ طبعا انا لما قلت الجن ما بيحبش الانسان اقصد الجن اللي هو الكافر يعني، والا فالجن المسلم عادي يعني. فالخلاصه يا اخوانا، الخلاصه ان في دراسات في علم الطب النفسي بيقول في الحقيقه هي بتشخص على ان هي جن عاشق، لكن هو في الحقيقه بيبقى اضطراب نفسي او صدمه عاطفيه مكبوته بسبب اللي بيحصل. يعني تلاقي واحده مثلا فركشت جوازها، او واحده مثلا سابت خطيبها ونفسيتها تعبانه، عماله تشوف احلام وعماله تشوف مش عارف كوابيس، وتقول لك انا في جن. مش شغلانه بقى يا اخوانا. الشرع والعلم بيتكاملوا بيتكاتفوا يعني. فنرقي نفسنا، ومش كل حاجه نرميها على الجن العاشق ده. بس كان كلامي لان انا قلت كلام الدكاتره اللي هو زي مثلا الدكتور احمد عكاشه، وزي الدكتور يحيى الرخاوي ذكروا ده في الكتب بتاعتهم، وقالوا كده يعني. قالوا ان في بعض الحالات الناس بتقول احنا ممسوسين، وهي بتبقى اضطرابات اصلا عاطفيه وحاجات بتبقى انفصام في الشخصيه. وقال كمان، وعلماء النفس قالوا ان البيئه النفسيه المضطربه بتخلي الانسان يفسر كل حاجه حواليه على ان هو قلقان او عقد او ان جن او سحر والكلام ده. بس يا ريت تاخد بالك وتحصن نفسك. لكن مش كل حاجه تقول جن عاشق. لكن ازاي انا اعرف بقى ان انا مسحوره وان انا ممسوسه وان انا معمول لي الكلام ده؟ ممكن نبقى نعمله في فيديو تاني. بس ارجو من الله ان انا اكون وفقت في الرد على سؤال الجن العاشق. وارجو ان انت تشارك القناه بتاعتنا يعني دعما للمحتوى الهادف وطردا للمحتوى التافه. ولو عندك سؤال سيبه وان شاء الله هنرد عليه في تعليق. شكرا.